الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. معشر المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نواصل الحديث معكم في هذه الحصة عن الزواج في الإسلام والحقوق الزوجية. أيها المستمعون، أيتها المستمعات، إن الزوجية سنة من سنن الله في الخلق والتكوين، وهي عامة مضطردة لا يشد عنها عالم الإنسان أو عالم الحيوان أو عالم النبات. قال الله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، الآية من سورة الذاريات. وقال أيضا: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، الآية من سورة ياسين. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، الآية من سورة النساء. وقال أيضا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم وأزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، الآية من سورة الروم، إلى غير ذلك من الآية القرآنية. أيها المستمعون، أيتها المستمعات، والزواج أيضا سنة من سنن الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى في ذلك: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب، الآية من سورة الرعد. أيها المستمعون، أيتها المستمعات، ولقد جعل الله حقوقا وواجبات بين الزوج وزوجته، ونبدأها بحقوق الزوج على زوجته. قال الله تعالى في القرآن الكريم: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، الآية من سورة النساء. وقال أيضا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم، الآية من سورة البقرة. وقال أيضا: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، الآية من سورة النساء. أيها الإخوة والأخوات، أما من السنة النبوية فقوله صلى الله عليه وسلم: حق الزوج على زوجته أن لا تهجر فراشه، وأن تبر قسمه، وأن تطيع أمره، وأن لا تخرج إلا بإذنه، وأن لا تدخل عليه من يكره، رواه الطبراني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، حديث حسن صحيح. وعن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة، رواه الترمذي، إلى غير ذلك من الأحاديث النبوية الشريفة في هذا الباب. الحمد لله